القصر الملكي بالرباط، وبهذه المناسبة الدينية العظيمة، مناسبة عيد الفطر السعيد، وفي غمرة هذه الأجواء الروحانية الصادقة المعطرة بنفحات الإيمان والخشوع والتضرع إلى الباري عز وجل، وبعد انتهاء شهر العبادة والقرآن، تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد، تهانئ العيد السعيد من رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقد، ورئيس النيابة العام للملك لدى محكمة النقد، وعميد السلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمد ببلادنا سفير دولة الكاميرون، ورؤساء الهيئات الدستورية، وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية. مناسبة دينية تتجدد معها مشاعر المحبة والوفاء والولاء والتعلق الدائم بأهذاب العرش العلوي المجيد، وبأمير المؤمنين سبط الرسول الأمين سليل الدوحة النبوية الشريفة، والدعاء الصادق المستجاب لأمير المؤمنين حفظه الله بطول العمر والنصر والتمكين لما يبذله جلالته من تضحيات جسام وعطاء لا ينضب من أجل رفعة وازدهار ورخاء الأمة وإعلاء شأنها بين سائر الأمم والشعوب. فالمسيرات المباركة الإصلاحية الشاملة التي تحققت ببلادنا في العهد المحمدي الزاهر هي مفخرة كل الأجيال ومضرب الأمثال في العالم، وتفتح الآفاق الواعدة لمزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل السياسة الرشيدة والحكيمة لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وكلنا عزم وإرادة قوية وراء قائد الأمة لمواصلة مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة عصرية متطورة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء مجتمع متضامن ينعم فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية.